السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب دايما كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال، ورمضان كريم عليكم يا رب. عاوزه اقول لكم بقى، معلش لو انا صوتي واطي شويه، انا بس بوطي صوتي وانا بتكلم وكده، ما برضاش ان انا اعلي صوتي كتير قوي يعني، علشان جوري بتبقى نايمه. فعشان ايه ما تصحاش وكده، لان هي بصراحه ما بصدق ان هي تنام يعني، اقوم اعمل اي حاجه بسرعه. بس المهم بقى، تعالوا نخش على الفيديو بتاعنا النهارده. زي ما انتم شايفين كده، المطبخ بتاعي متكركب خالص. ده روتين كده بعد الفطار. يعني بعد ما خلصنا فطار وكده، شايفين بقى كمية المواعين اللي في الحوض عاملة ازاي. هي مكانتش يعني اطباق كتير وحاجات كتير، لان انا طول ما انا بعمل يعني طول النهار وكده، بابقى ايه باغسل المواعين وكده. دي طبعا الكوبايات اللي بتاعت رمضان وكده، اللي كنت جايباها من السنة اللي فاتت. انا طبعا كل الزينة والحاجات اللي عندي بتاعت رمضان دي كانت عندي من السنة اللي فاتت، ما اشتريتش اي حاجة خالص السنة دي. لان انا يعني كنت محافظة عليهم وشايلاهم وكده. فحتى الحاجات اللي انا كنت حطاها بره يعني في الشقة وكده، دي برضو حاجات السنة اللي فاتت، ما اشتريتش اي حاجة خالص السنة دي. هنا بقى عندي خضرة كده، اللي هي بقدونس وشبت وحاجات من دي، عايزة تتنضف وتتظبط. وطبعا البوتاجاز بتاعي عايز يتظبط، وكمية المواعين زي ما قلت لكم هي مش كتيرة، عشان انا قلت لكم ان انا بغسل يعني طول النهار، طول ما انا بعمل حاجة بغسلها، فدي بس الحاجات مكان الفطار وكده. فانا اول حاجة كده هبدأ بقى ان انا اغسل المواعين دي واظبط الحوض عشان ايه ينضف. وبعد كده ابدأ بقى ان انا اعمل الحاجات التانية اللي ورايا في المطبخ. عايزة اقول لكم ان انا والله العظيم يعني، بصوا بصراحة الحياة معلش اعذروني، بس زوري وجعني شوية. بس عايزة كنت باقول لكم بقى إن الحياة قبل الخلفة غير بعد الخلفة خالص بصراحة. يعني دلوقتي بقيت بس بالحق كده إن يعني بنتي تبقى نايمة نص ساعة ولا حاجة، عشان أخلص كل الحاجات اللي ورايا. بفتكر بقى أيام السنة اللي فاتت في رمضان وكده، كنت براحتي وأقوم وأخلص كل حاجة. فبس الحمد لله على على نعمة الخلفة يعني، والله العظيم ربنا يرزق كل مشتاق يا رب، ويدي كل اللي عايز الذرية الصالحة. وربنا يهديهم يا رب، ويهدي كل أولادنا وأولاد المسلمين جميعا يا رب. بس فهنا بقى كنت كده عمّالة بقى باخلّص وباشطّب حاجتي كده بسرعة، لإن أنا بصراحة المطبخ بقى متكركب. يعني بُصّوا بصراحة الدنيا بقت إيه، مش زي الأول بقى اللي هو كل حاجة بقى باعملها بسرعة وكده، لأ. يعني قصدي إن أنا كنت كل حاجة أمّا تبوظ بقى باعملها وكده وكنت فاضية. دلوقتي أوقات كتير بقى باضطر إن أنا أستنى شوية كده، عشان خاطر بنتي طبعًا لسه صغيرة وكده، بتبقى ليها الأولوية. فأوقات حاجات بتتكوّم عليَّ بابقى عايزة أعملها، زي المطبخ كده النهارده كان بصراحة يعني عايز يتشطب كده ويتروق ويتظبط، عشان كان ايه يعني بقالي كتير كده ما كنتش كنست الارض ولا عملت حاجة. بس طبعا المواعين والحاجات دي بتتغسل على طول طبعا اول باول يعني. هنا طبعا انا كنت بقى بغسل كده زي ما انتم شايفين، وبظبط الحوض. عايزه اقول لكم ان انا الحوض بتاعي كان بينزل ميه تحت على الحاجات، بس مش عارفه كان ايه المشكله من ايه وكده. اكتشفت بقى ان انتوا عارفين مش عارفه انت هتبين لكم ولا لا، اللي بيبقى فيها إيه، المفروض الصابون السايل عندي بيبقى في الحوض كده، اللي هي البتاعة اللي تحت دي، اللي هي المدورة دي. بس أنا ما باحطش فيها، يعني باستسهل بقى باحط في الإزازة برّه وكده أسهل لي. فأنا لقيت بقى دي ما أعرفش كانت مفكوكة شوية والّا إيه، هي اللي بتنزّل مَيّة تحت بقى وكده. عملتها يعني عشان كان بصراحة كل أمّا آجي أطلّع أي حاجة من تحت في الدرج يعني، في الدولاب بتاع المطبخ، كان على طول بتكون مليانة مَيّة من المواعين وكده بقى، وما كانتش بتبقى ريحتها قصدي حلوة خالص، كانت ريحتها بتبقى وحشة جدًا. فالمهم إن أنا عملتها وكده وضبطت الدنيا، وطبعًا غيّرت برضه الشمع بتاع الفلتر، كان بقى لي كتير برضه ما غيّرتهوش، عشان طبعًا بنستخدم المَيّة على طول من الفلتر وكده. بس المهم يعني إن أنا ضبطت شوية حاجات كده في المطبخ يعني، كنت محتاجة إن أنا أعملهم فعملتها. هنا بقى زي ما أنتم عارفين يعني في رمضان وفي كده، بيبقى في بقى العزومات والحاجات دي. إحنا لغاية دلوقتي يعني مثلًا أهو كنا بنتعزم برّه وكده، بس بصراحة أنا قُلت في رمضان السنة دي مش هاعزم أي حد عندي، لإن أنا بجد، بجد جوري آخدة كل وقتي، ومش بالحق أساسًا أعمل أي حاجة. حتى الفطار بتاعنا إحنا يعني، بُصّوا اللي هو بالحق بسرعة وحياة ربنا إن أنا أعمله. عايزة أقول لكم يعني الله يكون في عوننا بقى كأمهات. أنا باقعد مثلًا باقول الله يكون في عون الأمهات اللي بيبقى عندها يعني بيبي و2 وكده، بصراحة بتعملوا إيه مش عارفة. يعني الله يكون في عونكم بصراحة. أنا بس عشان بنتي وكده، مش عارفة، يمكن عشان أنا أول مرّة وكده فلسه مش متعودة والّا إيه، مش عارفة، أنتم قولوا لي إيه في التعليقات يعني. المهم هنا كنت عايزة أقول لكم بقى إيه،
يعني مش عارفة، يعني انتوا قولوا لي كده في التعليقات، يعني انتوا عاملين ايه في رمضان وكده. رمضان عامل ايه معاكم؟ اخباركم ايه مع الاسعار الغالية اللي احنا بنشوفها بره دي؟ بصراحة الواحد مش ما اشتراش اي حاجة خالص السنة دي، ولا ناوي ان هو يشتري اي حاجة بسبب الاسعار الغالية خالص اللي هي بره دي. طبعًا يعني الحاجات العيد وكده، اللبس وكده يعني طبعًا مش هاشتري لبنتي أي حاجة دلوقتي لإن هي لسه صغنونة، يعني أكيد مش هالاقي لها أي حاجة دلوقتي، حتى لمّا طلعت اتفرّجت برّه يعني على الحاجات الموجودة برّه وكده، لقيتها كلّها حاجات بنُص كُم وكده، طبعًا مش هينفع ألبّسها بنُص كُم دلوقتي خالص، لإن هي لسه صغيرة وأصلًا الجو لسه ساقعة وكده، فالأطفال مش هينفع تلبس بنُص كُم خالص دلوقتي، فقُلت بقى إن شاء الله على العيد الكبير وكده، تكون هي يعني كبرت شوية وإن شاء الله بقى ويكون الصيف دخل وكده ونشهيصها بقى على الصيف إن شاء الله. قولي لي برضه أنتم جبتوا حاجات والّا إيه، وجبتوا بقى حاجات صيفي والّا شتوي، وإيه الحاجات اللي أنتم لقيتوها برّه في المحلات وكده، قولي لي برضه في التعليقات كده يعني إيه الأخبار عندكم وكده. كمان بالنسبة للأسعار قولي لي برضه، لأن بصراحة عندنا هنا الأسعار خيالية، يعني ممكن تطلعي تلاقي طقم مثلًا جيبة على تيشيرت وعليها جاكيت بيقول لِك مثلًا ب1000 وشوية، اللي هو أساسًا حاجات والله العظيم ومش حلوة خالص، يعني مش عارفة الأسعار السنة دي غالية نار، نار، ولبس الأطفال غالي جدًا، جدًا، أغلى من الكبار بكتير، يعني سألت مثلًا على فستان لجوري بنتي، يعني لسه دي حاجة صغيرة خالص كده اللي هو 3 شهور أصلًا لسه ما كمّلتهمش. يقول لِك مثلًا 450 و500 وحاجات كده أسعار خيالية يعني، فالواحد قرر بقى إن هو مش هيجيب، قُلت بقى الواحد يجيب وهيترمى في الآخر وهيتلبس كام شهر ولأ، فقُلت لأ خلّيها بقى لمّا تكبر شوية كده على الصيف، بحيث إن أنا أجيب لها حاجات بقى صيفي كده تعيش معاها لغاية آخر الصيف ده. بس فالمهم بقى زي ما أنتم شايفين كده أنا خلّصت كده المواعين بتاعتي أهي كلّها. وطبعًا باحطها كده تتصفى على فوطة على الرخامة جنبي، عشان باحب يعني إن أنا أمسح الحوض بعد ما باخلّص وأنشّفه، فما بارضاش بقى إن أنا أحطها في الصفاية دي، باحب كده عشان أمسح الحوض كلّه وأنشّفه. أنا طبعًا بقى كنت خلّصت هابدأ بقى إن أنا أنضّف كده الخضرة بتاعتي دي، وعايزة أقول لكم إن أنا لغاية دلوقتي ما أعرفش الفرق ما بين الكزبرة والبقدونس خالص، يعني لمّا باقول للراجل يضبّطها لي. المهم إن أنا كده هاخلّص بقى الخضرة دي، عايزة أقول لكم بقى إن أنا كنت باصوّر والكاميرا وقفت، المهم يعني إن أنا كده إن كنت باخلّص بقى الخضرة ضبّطتها وخلّصتها وعملت الحوض زي ما قُلت لكم ونشّفته، وكنت خلّصت المطبخ بتاعي وعملت البوتاجاز وعملت الأرض وكنستها وضبّطتها كلّها، بس للأسف كل ده ما اتصوّرش، فمعلش بقى اعذروني، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، كنت حابة إن أنا أشارككم كده، فما تنسونيش بقى في التعليقات وحطوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد، وإن شاء الله أشوفكم تاني على خير ومع السلامة.